لو كان هذا الربيع حقيقيا لانطلق بداية من دول التخلف العربي. لو كان ثورة شعوب لنيل الحرية والديمقراطية والعدالة لكان بدأ بأكثر الدول تخلفا وممارسة للقمع والاستبداد. تلك الدول التي كانت وراء كل نكبة أصابت هذه الأمة، وراء كل حرب ضدها، وراء انحرافها الفكري والديني وانحدارها الأخلاقي. تلك الدول التي كان وجودها أهم إنجاز للغرب وأهم سبب لنجاحات إسرائيل وبقائها في منطقتنا، ولا أدل على ذلك من موقفهم الحالي من العدوان الإسرائيلي على غزة. فأين هي الحمية والشهامة التي أظهروها تجاه سوريا أو الشعب السوري كما ادعوا؟ لماذا لم يدعموا غزة بالمال والسلاح؟ أين هم مجاهدوهم؟ ولماذا لم يرسلوهم للدفاع عن أهلنا في فلسطين؟ لكي نعرف الجواب لا بد من أن نعرف أن ما يجري اليوم في غزة أيها السادة ليس حدثا منفصلا أو آنيا. فمنذ احتلال فلسطين وصولا إلى غزو العراق وتقسيم السودان ووصولا إلى محاولات تقسيم العراق التي تحصل اليوم هو عبارة عن سلسلة متكاملة مخططها إسرائيل والغرب. هذا من البديهيات بالنسبة لنا، لكن منفذها كان دائما هو دول القمع والاستبداد والتخلف في عالمنا العربي. ولنتحدث عن الوقائع، لنبتعد عن كلام النظري، نتحدث عن الوقائع. أليس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل هو الذي أقر لبريطانيا اللا مانع لديه من إعطاء فلسطين لليهود المساكين عام 1915؟ التصفيق لي أم له لأنه قدم فلسطين؟ ألم تقم هذه الدول بالتحريض؟ هي التي حرضت الغرب وإسرائيل على شن عدوان 1967 الذي ندفع ثمنه حتى اليوم من أجل التخلص من ظاهرة جمال عبد الناصر التي أصبحت تهدد عروشهم في ذلك الوقت. ألم تكن هذه الدول هي الدول الداعمة لإيران في عهد الشاه، وعندما قررت الحكومة الإيرانية أن تتحول لتصبح بعد الثورة مع القضية الفلسطينية داعمة للشعب الفلسطيني وحولت سفارة إسرائيل إلى سفارة فلسطين، ألم تقم هذه الدول هي بالانقلاب على إيران لأنها قامت بكل هذه الأشياء؟ ألم تقم هذه الدول بدعم جرائم الإخوان المسلمين أو إخوان الشياطين في سوريا في النصف الثاني من السبعينات حتى الثمانينات ضد سوريا، ضد الشعب والدولة التي لم تقم بأي عمل معادي لتلك الدول؟ هذه الدول هي التي قدمت مبادرة السلام، مبادرة الأمير فهد في عام 1981 للفلسطينيين، وهددوا بأنكم إن لم تقبلوها فسيكون هناك أنهار من الدم أو البحار أو ما شابه أو دماء كثيرة تسيل. وعندما رفضت الفصائل الفلسطينية فعلا خلال أقل من عام كان هناك الغزو الإسرائيلي إلى لبنان، وتم على إثره إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، ليس حرصا على لبنان وإنما حرصا على إسرائيل. هذه الدول نفسها هي التي أتحفتنا وفاجأتنا في عام 2002 بأغرب مبادرة مؤلفة من 3 كلمات: التطبيع مقابل السلام، والتي عدلت لاحقا لكي تصبح المبادرة العربية في قمة بيروت عام 2002، لكي عدلت بالشكل الأقل سوءا من المبادرة الأساسية، ورد عليها شارون الإسرائيلي بأن قال لا تساوي حتى ثمن الحبر التي كتبت به، وشن هجوما وسقط المئات من الشهداء الفلسطينيين وخاصة في نابلس وفي جنين في ذلك الوقت. وعندما اعتدت إسرائيل على لبنان، أكرر، وعندما اعتدت إسرائيل على لبنان في تموز عام 2006 هي الدول التي قالت على لسان من يدعى سعود بأن هؤلاء المقاومين هم طائشين ومتهورين، وبدأوا بالضغط على الغرب وعلى إسرائيل من أجل أن لا يكون هناك وقف إطلاق النار قبل القضاء على المقاومة اللبنانية. لأن هذه الدول التابعة نجحت في مهامها، كلفت بمهمة تمويل الفوضى تحت عنوان الربيع العربي.
وأعطيت قيادة جامعة الدول العربية بعد أن تنازلت الدول العربية الأخرى عن دورها، ليختصر دور الجامعة باستدعاء الناتو وفرض الحصار على الدول والشعوب العربية التي تخرج عن طاعة سيدها. كل تلك الأحداث وغيرها من الأحداث الأخرى ربما التي تبدو أصغر أو أقل أهمية، أنا أتحدث طبعا عن ذكرت مجرد أمثلة، هذا غيض من فيض. كل تلك الأحداث وغيرها كانت عبارة عن سلسلة مترابطة من أجل هدف وحيد، هو تذويب القضية الفلسطينية. وكل الأموال التي دفعتها تلك الدول منذ نشأتها كانت من أجل هذا الهدف فقط. وها هم اليوم في غزة يقومون بنفس الدور الذي قاموا به في سوريا، هناك في غزة عبر الإرهاب الإسرائيلي، وهنا عبر الإرهاب القادم من 83 جنسية. فالأساليب تتعدد لكن الهدف واحد والسيد أوحد.